السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما حضرتك تشرفني بنعمل تقييم للطفل ايا كان مشكلته هي ايه، وانت بتتكلم عن الطفل وبسألك عن الحاجات اللي بيعملها، من فضلك قولي الاعراض ومالكش دعوة بالتفسير. يعني ايه؟ الولد بيسمع ولا ما بيسمعش؟ قولي بيسمع او لا ما بيسمعش، او انا ساعات بشوفه بيسمع وساعات بشوفه ما بيسمعش، لكن ماليش دعوة بان حضرتك شايف ان هو بيسمع وبيطنش. تفسيرك للامر ما تحطوش على عرض. لما نسال على عرض قول العرض زي ما هو. قول لي انا ساعات بيسمع وساعات ما بيسمعش، مش عارف هو بيطنشني ولا فعلا مش سامعني، فيبقى العرض كده مظبوط. ما تضفيش رايك في العرض. فاجي اقول لك مثلا الولد بيفهم التعليمات لما بتقول له تعالى حط البنطلون في الغساله، هات الازازه من على الترابيزه، بيفهم كلامك وبيعمله. ما تقوليش بيفهم كل حاجه وبعد كده اكتشف ان الولد ما بينفذش التعليمات، فاقول لك هو بينفذ التعليمات، تقولي لا هو مش دايما بينفذ بس هو بيفهم. عرفت منين انه بيفهم؟ ابني وانا عارف ان ابني بيفهم. لا، انا عايزه الاعراض، مش عايزه تفسير حضرتك ومش عايزه راي حضرتك في المستوى ده او في المرحله دي من التقييم. مش ببقى عايزه راي حضرتك، انا ببقى عايزه الحاجات زي ما بتحصل. بيسمع، بيفهم، بيتكلم. هو ما بيحبش يتكلم معانا، مالكش دعوه بيحب ولا ما بيحبش، بيتكلم ولا ما بيتكلمش، بيفهم ولا مش بيفهم، بينفذ التعليمات، تديله اوردر بيعمله ولا مش بيعمله، لما بتنادي عليه بيرد ولا ما بيردش، يا لا ما فيهاش. اصل هو مش بيبقى عايز يرد، هو بيبقى عندي ومكسل يرد. بصي هو يقدر يتكلم بس انا ابني اصله بيكسل، كسلي، فما بيحبش يتكلم، ويكون الولد عنده تاخر لغوي واضح. تمام؟ فانت لما تقول الاعراض قول الاعراض نفسها، ما تقولش تفسيرك للاعراض. ادي نقطه. النقطه الثانيه، جمله قالتها لي ام جميله امبارح وهي لفتت نظري ان انا اكلمكم عنها، وهي بتقول لي انا عارفه بنتي كويس وعارفه انها عمرها ما تعمل كده. الحقيقه احنا بنبقى معتقدين ان اللي بيعمل كده، اتفضلي النور قطع فالاضاءه بتاعت الفيديو اتغيرت، بس يعني هنكمل الفيديو عادي. هو انت فاكر ان الطفل اللي بيعمل مشكله كبيره تصل الى حد الاحداث مثلا، او تصل لحد الاصابه احد تاني، او تصل لمشكله كبيره في ده، انتوا فاكرين ان الاطفال دي بيبان عليها؟ يعني انتوا فاكرين لما بنسال الاهالي اللي عيالهم عملوا مصايب بيبقوا قايل انا كنت متوقع ان ابني يعمل كده؟ كلهم بلا استثناء بيجمعوا على جمله واحده، انا عمري ما كنت اتخيل ان ابني يعمل كده. انا لما قالوا لي ان الولد عمل كده ما صدقتش نفسي. العادي ان احنا ما نتوقعش المشكله، ما نتخيلش المصيبه. العادي ان عيالنا بيعملوا حاجات فوق التوقعات. فلما نشتغل احنا في تعديل السلوك على احد المهارات الاساسيه في ده، ما تجيش تقول لا انا ابني عمره ما يعمل كده، انا عارف ابني واخلاق ابني وحاجات. يعني بلاش تلعب باللعبه دي، لان حقيقي الناس فاهمها غلط. تمام؟ شكرا لكم. ماجدة عمار، احنا بتوع تربيه.